يا مرحبا وأهلا وسهلا فيكم بقناتي مطبخ أم مرام. اليوم راح أقدم لكم طريقتي بعمل عجينة البيتزا والفطاير من أنجح العجاين للبيتزا ولكل أنواع الفطاير، فتابعوا معي الفيديو خطوة بخطوة لنعمله مع بعض. عندي هون زبدية كبيرة راح أضيف فيها كوب مي دافية، نص معلقة سكر ومعلقة كبيرة خميرة. راح أخفقهم مع بعض، بخفقهم بهالشكل هذا وبتركهم يتخمروا لمدة 5 أو 10 دقايق. من المهم اني اترك الخميرة تتفاعل شوي مع المي والسكر، وبس صارت رغوة بهذا الشكل بحركها شوي وببدأ بضيف الطحين. انا هون راح اضيف 3 أكواب طحين. الطحين اللي استخدمته طحين متعدد الاستعمالات، اي نوع طحين متوفر عندكم. راح اضيف رشة ملح وحوالي 4 معالق كبيرة من زيت الزيتون. راح اخلطهم هيك بالمعلقة. بستمر اخلطهم لبين ما الطحين بيغب كل المي والسوائل. والمرحلة اللي بعدها راح ابدأ اعجن العجينة بايدي. انا هون بليت ايدي بالزيت، زيت نباتي او زيت زيتون حسب ما انتو بيكون متوفر عندكم. طول الوقت ببل ايدي بالزيت وبعجن مشان العجينة ما بتلزق معي. وطبعا بعجنها وبلمها بهذا الشكل، استمر بلمها لحتى تصير معي العجينة طرية وناعمة. انا هون عجنتها حوالي 5 دقايق ووصلت لهاي النتيجة. لمت معي العجينة وصارت طرية وناعمة. وهون بهاي المرحلة راح اتركها تتخمر. انا عندي هون زبدية بليتها بزيت نباتي واغطيها واخليها تتخمر لمدة ساعة، وراح اغطيها كمان ببشكير نظيف واتركها تاخد وقتها بالتخمير. هون بعد ما مضي ساعة لتخمير العجينة تضاعف معي الحجم، ومثل ما لكم شايفين متخمرة بشكل منيح، وعن جد طالعة كتير ناجحة خفيفة مثل القطن. وهاي العجينة فيكم تستخدموها لكل أنواع الفطاير والبيتزا. أنا هون عجنتها راح أعملها بيتزا، وهاي الطريقة أنا معتمدتها وقت بدي أعمل فطاير أو بيتزا. بنصحكم إنكم تجربوها. ولهون بكون وصلت لنهاية الفيديو. بتمنى منكم دعمي باللايك والاشتراك بالقناة، وتضلوا بصحة وخير وسلامة، ومع السلامة.